السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرفة. مكملين ان شاء الله في سلسلة تعليم صيد الغلة. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن صيام دور الغلة. فكرة في ناس بتطلع تتكلم تقول ان الدور قبل ما تطلع خليه يصوم 3 ايام ويومين والكلام ده كله. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده يا جماعة غلط، مش 100%، 1000%. ورجاء من اخواتنا وحبايبنا اصحاب القنوات ما تتكلمش في معلومة مش عندك. ليه؟ لأن منصة يوتيوب دي منصة تعليمية، غالب اللي بيخش على اليوتيوب داخل يتعلم، فأنت اللي داخل ده جمهورك هيبقى نسبة كبيرة منه مبتدئين، فأنت كده بتقدم معلومة غلط وثابتة. هتفضل الفيديو ده موجود، ناس تخش تتعلم غلط تخش تتعلم غلط. فالأساس في منصة يوتيوب إن أنت تقدم معلومة صحيحة، عشان خاطر ما تشيلش ذنب، ما تطلعش ترمي كلام وخلاص. حاجه فاهم فيها وعندك خبرتها، قعدت فتره طويله عندك تراكم خبرات فيها، اطلع اتكلم، ربنا يبارك فيك، جزاك خير، جزاك الله خير، قدم معلومه تفيد بيها الناس. لكن معلومه مش عندك ما ترميش بقى وخلاص، شغل ايه بتخمن وخلاص. يعني معلش انا ما بحبش اهاجم حد، بس انا حد طالع بيتكلم النهارده طالعين غله والدور مصومينه بقاله 3 ايام وماسك، بص يا جماعه والله العظيم بنفس المنظر كده، ما ترميش في الدور 15 20 حبايه بالظبط. هات كده معايا الميه يا محمد وراح كده ماسكهم كده في البتاع كده، خلاص كده. وايه كده؟ انت قلت للسمكه ان الاكل جه، الجرس ضرب، السمك طلع ياكل. هياكلوا كام حبايه؟ ال 15 20 حبايه، وكده هيستنوا ايه؟ الغله بتاعتك تنزل عشان قاعدين جعانين. يعني هل ده كلام يعقل او منطقي؟ انت كده هدمت صيد الغله اساسا يا جماعه. صيد الغله مبني على الدور، ان انت راجل عامل معلف، لازم يكون عندك مرايه، ولازم طول ما انت قاعد هتبص محمد، انا طول ما انا قاعد الجردل ده جنبي كده باخد سمك، ما باخدش سمك اهو 5 6 حبايات وبرمي كده قدام المرايه طول ما انا قاعد كده اهو، باخد سمك ما باخدش سمك. لازم ارمي سلام غله. وبركاته. سلام وبركاته. بقعد ارمي غله، هو ده اللي موقف السمكه قدام منك، المرايه والغله اللي انت بترميها، السمكه حاضره قدام منك. وبعدين انت بتقول صوم الدور، هو الدور ده معلش يعني هو في ايه؟ في مثلا 30 40 سمكه تحت انت مصومهم، وانت ضامن ان هم ال3 ايام دول مش هياكلوا؟ مستنيين شويه الغله بتوعك؟ خليك انت ما جيتش بعد 3 ايام هيموتوا من الجوع. الناس بتتكلم كلام يا جماعه لما يكون ايه بالعقل، فما حدش يفتي وخلاص. وبعدين بص للميه اللي انت بتصطاد عليها، هات كده بالله عليك يا محمد ميه، دي ميه غله يا جماعه. اقعد كده لاي حد من الصيادين المحترمين هتلاقي ميه زي كده اهي، ميه جاريه، لازم تبقى جاريه، وميه كبيره فيها كميات سمك ياما. لكن تصور لي في مصرف صرف ميه واقفه ومصرف متر ونص، وتيجي تقول لي بصطاد غله وتقعد تطلع لي في خنيني وحجاري وكلام فاضي؟ معلش سامحوني انا ما بحبش اهاجم حد، بس صيد الغله فكره موضوع حد يقول لك الدور يصوم ده غلط يا جماعه. انت كده كأنك بتصطاد دود في اي مكان نازل بالغلايتين، لا. صيد الغله الاساس فيه ان انت راجل عامل معلف معود السمكه بتيجي تاكل فيه. طالع انا اصطاد، ايه اللي بيحضر السمكه تحت رجلي؟ موقف السمكه، اول حاجه مرايتك، وتاني حاجه الزفر اللي انت طول ما انت قاعد بترميه كده. بص طول ما انت بترمي كده السمك حاضر مستني، السمكه واقفه عايزه غله. وبعدين ما تفكر، بص ما تفكروش يا جماعه ان السمكه دي هتشبع. شيء الدور بتاعي ده انا لو رميت فيه شوال غله النهارده، لو رميت فيه شوال غله النهارده هاجي تاني يوم مش هلاقيه، ولو جيت اصطدت بعد منها هاخد سمك. كل ما ترمي غله كل ما السمك بيكتر. تفكر انت قاعد بتصطاد تحت جنب منك 5 كيلو سمك ولا 10 كيلو سمك؟ لا ده ما شاء الله خير، بس انت ارميله ولحقه. ما انا برمي الجردل ده كده بيتاكل كله قبل ما امشي. هل السمك شبع؟ لا. حته ان السمكه ما بتاخدش الغلايتين اللي في السلاح دي ليها عوامل تانية كتير. ميه كاشفه، اللي منسوب الميه عالي، ممكن منسوب الميه اللي انت شايفه ده يخلي السمكه ما تاكلش، تمنع نهائي، تروح من دور لدور 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 مفيش، اكنك رامي على التراب. ففي عوامل كتير بتخلي السمكه ما تاكلش. اخرها خالص ان هي شبعت، مفيش حاجه اسمها سمكه شبعت. ما ترميش انت 3 4 سمكات تحت رجلك، ده ما شاء الله خير، بس انت لحق واكل. وسامحوني انا والله ما بحبش اهاجم حد، بس اللي يطلع يتكلم يقدم معلومه صحيحه. في حاجات ممكن ايه نختلف فيها، زي مثلا مقاس الصنار، انا بقول صناره واحد، ممكن حد بيصطاد بثلاثه اربعه، ممكن هنا اجتهادات. الشعر مثلا انا بصطاد بالشعر 20 25 30، في ناس بتشتغل ب 20، في ناس بتشتغل ب 35 و40. حاجات ايه ممكن كل واحد على حسب تجربته وخبرته بيتكلم. لكن في حاجات ما بعيده خالص،
فسامحوني، وان شاء الله مكملين. لو في حاجه في الفيديو النهارده ان شاء الله هصورها لكم، واستنوا ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هيكون بعنوان الصيد في الميه الكاشفه، ازاي تصطاد في الميه الكاشفه الرايقه، والميه المعكره لو الكراكه شغاله، والميه الملبنه اللي هي المصبنه، هي افضل ميه لصيد الغله. فاستنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ان شاء الله تستفيدوا منها.